بعد فوز منتخب المغرب على منتخب اسبانيا امبارح، منتخب المغرب يستمر في حصد الارقام القياسيه. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نخش في موضوع فيديو النهارده. ارقام قياسيه جديده لمنتخب المغرب بعد فوزه على منتخب اسبانيا امبارح. اول رقم قياسي حققه منتخب المغرب بعد فوزه على منتخب اسبانيا هو اول منتخب عربي يوصل لدور ربع النهائي. مش كده وبس، ياسين بونو هو أول حارس مرمى عربي يصد ركلتين جزاء في مباراة واحدة في تاريخ بطولة كأس العالم. وكمان وليد الركراجي أول مدرب مغربي عربي أفريقي يوصل لدور ربع النهائي مع منتخب بلاده. مش كده وبس، منتخب المغرب هو رابع منتخب أفريقي يوصل إلى دور ربع النهائي. أول منتخب وصل إلى دور ربع النهائي هو منتخب الكاميرون سنة 1990، وتاني منتخب هو منتخب السنغال سنة 2002، وتالت منتخب هو منتخب غانا سنة 2010 ضد مباراته ضد منتخب الأوروغواي. ومنتخب المغرب بعد فوزه على منتخب اسبانيا امبارح حقق رقم قياسي جديد، وهو رابع منتخب افريقي يوصل الى دور ربع النهائي. وكمان في فيديو النهارده هنتكلم على تصريحات مدرب منتخب المغرب وتصريحات ياسين بونو بعد المباراه. اللقاءات الصحفيه اللي حصلت امبارح بعد مباراه المغرب ومنتخب اسبانيا، صرح فيها المدرب وليد الركراجي ان منتخب المغرب قادر ان هو يحصل على كاس العالم، وان شاء الله ده هدفنا ان احنا نحصل على بطولة كاس العالم ونكون اول منتخب عربي يحصل على بطولة كاس العالم ان شاء الله يحصلوا عليها. وكمان في امبارح صحفي مغربي اتكلم مع ياسين بونو وبيقول له ان انا مش جاي اسالك اسئله، انا جاي اقول لك ان احنا فخورين بيك، الشعب المغربي فخور جدا بيك، وان انتوا كتبتوا التاريخ لاول مره. 40 مليون شخص مغربي فرحانين بيكم وتأهلكم إلى دور ربع النهائي، والوطن العربي كله فرحان بتأهل منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي. ألف مبروك ليهم، وإن شاء الله يقدروا يحصدوا بطولة كأس العالم. امبارح بعد فوز منتخب المغرب على منتخب أسبانيا وتأهله إلى دور ربع النهائي، لفتة جميلة من الشعب العربي. قطر امبارح زينت أبراج لوسيل بالعلم المغربي، وكمان كتبوا لافتة كده مكتوب عليها كفو يا أسود أطلس. ألف مبروك لوصول منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي. وكمان جمهورية مصر العربية زينت امبارح برج القاهرة بعلم المغرب، يعني إيه فرحة الشعب المصري بتأهل منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي. وكمان في فيديو النهارده هنتكلم على عناوين الصحف العالمية بالنسبة لفوز منتخب المغرب على منتخب أسبانيا. صحف كتير اتكلمت على فوز منتخب المغرب على منتخب اسبانيا ان هو صدمه، ومحدش كان متوقع الاداء دوت من منتخب المغرب، وان منتخب المغرب يقدر يتاهل لدور ربع النهائي. وكمان في صحف عالميه سخرت من انريكي قبل المباراه، كان طالع بتصريح وبيقول ان انا دربت لعيبه منتخب اسبانيا على تسديد 1000 ركله جزاء. الصحف بتسخر منه، بتقول له يا عم انت لو ضربتهم على 1000 ركله جزاء ما كانش حصل اللي حصل امبارح، وان ياسين بونو يتصدى 3 ضربات جزاء. والصحف العالميه امبارح كانت بتشيد باداء ياسين بونو، وان هم متعودين منه على الاداء دوت، ان هو في سنه من السنين كان افضل حارس مرمى بالنسبه للدوري الاسباني. احنا متعودين على اداء ياسين بونو ان هو من افضل الحراس في المغرب وافضل الحراس في العالم. بس يا جماعه كده يكون خلص فيديو النهارده. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك، اشتراك في القناه، وتفعيل زر الجرس. ولو عجبك الفيديو شيره في كل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومن غير ما اطول عليكم